السلام عليكم يا أنيقات، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ما جيتش غير باش نوريكم جلابة عادية. اليوم بغيت نشارك معاكم واحد القطعة اللي شدات انتباهي بزاف، وحسيت فيها بواحد المزيج رائع بين الهمة المغربية اللي كنعرفوها وبين واحد اللمسة عصرية خفيفة اللي كتخليها تواتي كل الأوقات. هذا الموديل اللي كتشوفوا قدامكم هو عنوان للأناقة الهادئة، يعني ديك الأناقة اللي ما كتحتاج دير مجهود كبير باش تبان. أول حاجة كتخطف العين في هاد الشلابة هي هاد الصنعة المتقونة اللي فيها. لاحظوا معايا كيفاش الفصالة مخزنية وشوية عريضة باش تعطي راحة في اللبسة، ولكن في نفس الوقت كتبقى أنثوية. السر كله كاين في هاد الطرز الرباطي اللي مخدوم بنفس لون الثوب، لون في لون. هاد الطريقة كتخلي الجلابة تبان فخمة بزاف وماشي عامرة أو تقيلة، يعني تقدري تلبسيها حتى في مناسبات خفيفة. شوفوا تبارك الله على الأكمام، هاد الرشمة الكبيرة في الكم هي اللي عطات هذيك الإضافة المميزة. ما نساوش الخدمة المعلم، السفيفة رقيقة ومواتية، والعقاد صغار نازلين حتى لتحت. هاد التفاصيل الصغيرة هي اللي كتفرق بين جلابة عادية وجلابة ديال الدوام اللي كتبقى ديما عاطية للعين، وحتى نوعية الثوب باينة طايحة ورطبة، وهذا هو سر الفخامة. ودابا ندوزو اللوينات اللي هما سر جمالية هاد القطعة. هاد الموديل تخدم بواحد التشكيلة ديال الألوان متنوعة وشاملة باش كل سيدة تلقى داكشي اللي كيجي مع لون بشرتها وذوقها الخاص. اللي كيميز هاد المجموعة هو أن الألوان كلها مدروسة وراقية، يعني سواء كنتي كتميلي للألوان الحية والمشرقة اللي كتعطي الطاقة وحضور، أو كنتي كتعشقي الألوان الكلاسيكية الرزينة اللي كتعطي وقار وهمة، أكيد غتلقاي اللي يواتيك. والجميل في الأمر هو كيفاش جودة الثوب خلات كل لون يبان ناصع وعاطي للعين، وتناسق بشكل كبير مع لون الطرز باش يعطينا هاد اللوحة الفنية المتكاملة. وباش تكملي أناقتك بهاد القطعة كنصحك ما تكتريش من الحلي والمجوهرات، لأن الطرز في الصدر والكمام كافي ووافي، سلسلة خفيفة أو خاتم راقي كافيين. بالنسبة للشال من الأفضل يكون سامبل وبدون زواقات باش ما نغطوش على جمالية الجلابة. وفي الرجلين بلغة عصرية أو صندالة عالية شوية غادي تجي يا سلام. كانت هذه نظرتي لهذا الموديل الرائع اللي فعلا كيستحق الإعجاب. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو الخفيف. قولوا لي في التعاليق أملون جاكم أحسن، واش الألوان القوية ولا الهادئة؟ ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع صحاباتكم الذواقات، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. بسلامة.